بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أصدقاء المتابعين في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وتحية طيبة. أما بعد، عارف والله العظيم عارف انتوا ايش تشتوا، عارف نسيم حميد يمني ولا بريطاني؟ طبعا هذه نقطة خلاف بتجتاح السوشيال ميديا من امس، خصوصا على الفيسبوك بعد انتصار ادم نجل البرنس نسيم حميد. طبعا كثير بيسالوا او بينتقدوا، جتني في بعض التعليقات ايضا انه ليش بنفرح احنا بنسيم، مش دخلنا منه هو ابنه. هذا مواطن بريطاني، هو معترف انه بريطاني وعمره ما ذكر اليمن. نحن لا ننكر في النهاية انه فوز ادم نسيم حميد احنا لا يعني لنا كثير، انا شخصيا لا يعني لي كيمني، ولن يغير شيء من واقع اليمنيين، ومش ضروري كل شيء نربطه بالواقع اليمني، ولكن انتصاره لا يعني لنا شيء بشكل مباشر. ولكن احنا اليمنيين بنفرح، عادتنا احنا شعب عاطفي، بنفرح باي حد من اصول يمنية او يمني بيحقق اي انجاز. ما احنا من الحياة الكئيبة اللي احنا فيها بنفرح باي حاجة. في اليمن صرنا نفرح بالمصايب من كثر الروتين اللي في حياتنا. لما تحصل مصيبة، إعصار، انفجارات، حرائق، الناس تلقى مجبر تخزن وتتكي ويتجابروا، فما بالك بخبر زي هذا. انتصار آدم هو إنجاز سيحسب لبريطانيا كملاكب بريطاني، وايضا هو انجاز على مستوى الشخصي يحطه في السيره الذاتيه حقه، يتنطط به على اصحابه. لا يعني لنا احنا الكثير من اليمين. ولكن هل نسيم حميد يمني ولا بريطاني؟ طيب تعالوا شوفوا هذا الفيديو وارجعوا لي نتكلم. بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ارحب بكم في هذا الجمع المبارك. أتمنى الأمن والاستقرار لبلادي ولكل الدول العربية. والنجاح الحروب والنجاح الحوار الوطني. وشكرا لكم. طيب نقول يمكن انه هذا الفيديو الحدث هذا كان في اليمن، كان في افتتاح بطولة الملاكمة اليمنية قبل 9 أو 10 سنوات ايام الحوار الوطني. هو يمكن كان بيتكلم مجاملة، جاء عند اليمنيين فاكيد يقول لهم كلمة حلوة يمكن. طب تعال شوف هذا الفيديو وتعليق نسيم حميد من داخل الحلبة في مدينة جدة على أرض المملكة العربية السعودية قبل عدة سنوات. بالروح بالدم نفديك يا يمن، هذا ما قاله نسيم حميد من داخل المملكة العربية السعودية. بالروح بالدم نفديك يا يمن. الرجل يتحدث دائما انه يمني ويفتخر بكونه يمني، ودائما يذكر اليمن واليمنيين والاسلام وكلمات وعبارات التوحيد دائما. اذا الرجل لا ينكر اصله اليمني، مش زي بعض الفنانين في الخليج اللي هو يمني وينكر انه يمني، مش زي فؤاد عبد الواحد اللي طلع اول شيء في برنامج المسابقات الاغاني يغني بالاغاني تراث يمنيه وكلنا صوتنا له، انا مصوت له بقيمه سياره، وبعد ما خلصوا وفاز وفوزناه راح لبس الشماغ والعقال والجنسيه وخلص عايش في الخليج ويغني للخلايجه اغاني خليجيه. لا زال نسيم حميد رغم انه واحد من اعظم اللاعبين في تاريخ اللعبه، الا انه لا زال يفتخر ويتحدث عن اليمن ويعترف انه اصله يمني. الناس تسال فين راح نسيم، ليش ابتعد بصراحه كيف وين راح نسيم؟ نسيم قدامك. لكن أتألم كثيرا على بلدي اليمن وأتمنى عودة الأمن والأمان. سأبقى دائما يمنيا وسأحمل اسم بلدي أينما حللت إن شاء الله. والله الحمد لله الذي شفنا كل الأخوان الحين، والحمد لله الذي وصلنا في اليمن بالسلامة، وإن شاء الله لازم نسلم على كل من سلم على كل من في اليمن، كل من على كل الشعب. أما حكاية أنه هو يحمل الجنسية البريطانية، نسيم حميد ولد في العام 1974 في مدينة شيفيلد البريطانية لأب وأم يمنيين يقيمان هناك. كونه اتولد في بريطانيا وتلقى الدعم الرياضي من بريطانيا هذا مش ذنبه. ونحن هنا لا نتحدث عن حكومة، ولكن نتحدث عن نظام رياضي ومدربين وفرق وشركات ملاكمة وممولين وداعمين وهذا القبيل فهذا مش ذنبه. هل تعتقدوا أنه لا يوجد
في اليمن نسيم حميد آخر. أنا أكد لكم اليمن فيها لاعبين مثل نسيم حميد ويمكن وأعظم من لاعبين نسيم حميد. في ناس زي نسيم حميد هتيجي، وهذا الشيء يسعدنا إحنا ويسعد نسيم حميد إنه يعرف إنه في يمنيين أيضا هيحطموا أرقامه القياسية. هذا شيء جميل لن يتوقف طموحنا هنا. اليمن فيها عمالقة لكن مش لاقي حد يعني يدعمه، مش لاقي حد يوجهه، مش لاقي اتحاد ملاكمة حقيقي لما يشوف لاعب مميز تعال ويعطيه البيت الفيلا ويعطيه السيارة ويعطيه التمويل ويعطيه التدريبات العالمية ويلاعب بيه على مستوى العالم. ترى الشباب اليمني ضحايا. احنا الشعب شفتوا الحلبة هذه اللي لعب فيها؟ طبعا الحلبة هذه لو موجود زيها في اليمن واتحاد الملاكمة اليمني من زمان بيلعب فيها. انتوا عارفين لما تشوف هذه الحلبة بهذا الحجم في اليمن انه آلاف الشباب اليمنيين هيشوفوا نفسهم حلمهم انهم يقفوا في يوم من الايام داخل هذه الحلبة لانها موجودة في بلادهم وفي شركات وفي نوادي وفي. طبعا نسيم حميد هو ليس شخص، نسيم حميد شركة، هي شركة مدربين وممولين وناس بتقف وتتبنى معهم نوادي وصالات بيتبنوا هذه المواهب وياخذوها. لما يلاقوا واحد لسه صغير في مباراة هواء أو مباراة مدارس أو محلية ياخذوه. خلاص أنت من اليوم ما تشغلش نفسك بالعمل بالفلوس بهذا كله، احنا نوفر لك الحياة، ركز في الملاكمة. طبعا احنا نسقط الملاكمة، هي اسقاط على كل الرياضات الأخرى. فالشعب اليمني فيه شباب، سيبك من المخترعين تحدثنا عليها في حلقة سابقة، هذه هي فيها رياضيين أو شباب لسه ما هو رياضي لكن كان عنده الطموح والقدرة والموهبة الربانية والإمكانيات الفيزيائية في جسده، إنه إذا تطور وتدرب ولقى الدعم إنهم يلعبوا على الماراثونات، يلعبوا على الأولمبيادات، يلعبوا لك في البطولات العالمية، بس ما فيش دعم. طيب نسيم حميد هو يعترف بكل شيء إنه يمني. طيب تعال أثبت لك إنه يمني. أنا أوريكم الحين حقيقة مش موجودة في أي مكان، لا يمكن تحصل مع أي إنسان إلا يمني. نسيم حميد قبل عام تقريبا كان بيتنازع هو وإخوانه في صراع على الورث، على ورث أبوه وأمه. تعال شوف. في أخبار المنوعة نقل موقع ذا صن خبرا عن دخول نسيم حميد لاعب الملاكمة البريطاني من أصول يمنية في نزاع مع إخوته على ثروة والديه الراحلين المقدر ب 12 مليون جنيه استرليني. ووفقا للصحيفة فإن نسيم يطالب بثروة والديه الراحلين كاملة، لكن إخوته ينازعونه في ذلك، فتركز على الأموال التي قدمها نسيم يمني ولا مش يمني؟ ما دام دخل هو واخوانه في صراع او نزاع قضائي او من هذا القبيل على ميراث ابوهم وامهم، يبقى هذه علامة الجودة اليمنية. طبعا في العالم كله اي اب يموت يعني بيكون كاتب وصية ضمن حدود قانونية، او وصايا كل دولة حسب قوانين التوصيات عندها، او بيجي عضو يعني شرعي في محاكم في هذه الاشياء حق الاسرة، محاكم الاسرة، يقسم الميراث عادي. الا في اليمن حرب 50 سنة يخسروا كلها، يخسروا الميراث كله هم بيتضاربوا عليه. يمني ولا مش يمني؟ نسيم حميد في النهاية هو مواطن من أصل يمني، وإحنا نسعد بأي شيء هو يحققه، نسعد بالشكل الطبيعي مش بالشكل اللي يخلينا نطير من الفرح. أيام نسيم حميد كنا كلنا نفرح، الآن مع ابنه احنا أكيد نسعد ما دام من أصول يمنية وبيتكلم وبيقول بالروح بالدم نفديك يا يمن، وبيتحدث عن معاناة الشعب اليمني سواء كانت حقيقية أو صورية لكن لا زالت في دماغه. إذن هذا أيضا في النهاية يمني. إن كان الإنجاز هذا سيحسب رسميا يعني في السجلات البريطانية، لكنه معنويا سيضاف للشعب اليمني، للسجلات اليمنية. كل الأخبار بتقول لك الملاكم البريطاني يمني الأصل، حتى في أوراقه المواطنة يمني بريطاني. فنسيم حميد واحد من أعظم اللاعبين في اللعبة، لاعب أنا شخصيا أفتخر أنه يمني، وأقول لكم إنجازاته أنا عارف أنه إنجازاته لا تحسب لليمن وتضاف للسجلات البريطانية. انتصاراته إحنا مش مستفيدين منها غير أنه يحمل اسم اليمن إلى العالم في الحصول على بطولات عالمية. كانت هنشوف ابنه آدم إيش اللي هيسوي. المباراة أمس الأداء لم يكن بذيك القوة أصلا، لأنه خصم آدم أنا شفت ولد صف أول ثانوي مهكع كذا جايبينه، وبنسيم حميد ما شاء الله وسكس باك ومقسم تمام. فأنا حبيت أوضح لكم هذه الفكرة. انتصار آدم نسيم حميم هو لا يعنينا بشكل مباشر، ولكننا نفرح به لأنه من أصول يمنية وبيعترفوا أنهم يمنيين وأنه اليمن بلادهم، وبنروح بالدم نفتيك يا يمن. ليس لأنه هذا الإنجاز سيضاف لليمن، هو سيضاف لبريطانيا وسيرفع في النهاية العلم البريطاني، عسى الله يزيله.
أتمنى أصدقائي تكون الفكرة وضحت، وأرجوكم يا جماعة لا تكونوا خلاص، خلوا هذه الحلقة القادمة، يعني الحلقة طالت. في ختام هذه الحلقة أصدقائي المتابعين لا تنسوا الاشتراك في القناة، تفعيل زر الجرس، دعمونا بلايك، اتركوا لنا آراءكم في التعليقات ما هي الحلقات القادمة اللي حابين تشوفوها، وحتى آراءكم في حلقة أخرى. هذه لكم مني تحية، أنا أيمن القاسمي، دمتم بود وسالمين جميعا.